يا أهلا بيك يا صديقي العزيز، والنهاردة معانا درس جميل وظريف ولذيذ جدا. ما فيهوش كلام كتير وما فيهوش تفاصيل كتير. هنتكلم النهاردة عن الكومنتس أو عن التعليقات. الكومنتس يا جماعة بمنتهى البساطة، خلينا نقرأ التعريف كده وبعدين نفككه واحدة واحدة. الكومنتس are line أو lines or section of code، جزء من الكود، لاين واحد أو أكتر من لاين أو section بالكامل that are ignored by the compiler or interpreter. They are used to leave notes, explanation or reminders within the code. بص يا صديقي العزيز، بمنتهى البساطة الكومنتس أو التعليقات هي مجموعة من السطور أنا بسيبها في الكود بتاعي عشان أوصف حاجة معينة جوه الكود، أسيب ملحوظة، أوصف حاجة ما هياش واضحة مثلا، أو عندي شوية سطور من الكود مثلا وأنا عاوز أسيبهم احتياطي ممكن أحتاجهم مثلا فيما بعد. دي اللي بنقول عليها التعليقات. هتقولي طب الكلام ده إزاي؟ ده احنا أي كلام بنكتبه في الكود لازم يتوافق مع قواعد اللغة اللي هي القواعد اللي بيقيسها الكومبايلر، والكومبايلر ده اتكلمنا عليه كتير جدا وقلنا إن هو اللي بيصحح كل الأخطاء اللي احنا بنكتبها في الكود. ولو أنا كتبت أي حاجة لا تتوافق مع اللغة هيطلع لي ايرور. هتقولي طب ازاي انا هكتب دلوقتي ملحوظة يعني مثلا هكتب مثلا للديفلوبر جاي بعدي معلومة، مثلا محمد جاي يشتغل بعدي، فهقول له يا محمد خلي بالك من السطر ده لحسن السطر ده ممكن ما يعمل معاك مشكلة. طب انا هكتب الكلام ده ازاي باللغة بتاعتي والكومبايلر اصلا مش هيفهم اللغة دي؟ قال لك في طريقة معينة كده لما بكتب فيها الكلام جوه الكود بخلي الكومبايلر يتجاهل السطر ده، وكأن السطر ده سبيس، كأن السطر ده فاضي. الكومبايلر لما هيشوفه هيعتبر ان هو مش شايفه ولا كأنه شافه تماما. هتقولي طب انا لسه ما فهمتش الموضوع قوي. اقول لك بص يا سيدي، اول حاجة عاوز اقول لك ان انا ممكن اعمل كومنت على سطر واحد او اعمل الكومنت ده على اكتر من سطر. تعال نشوف مع بعض السنجل لاين. انا دلوقتي بعمل اتنين سلاش كده وبكتب اللي انا عاوز اكتبه. بص انا كاتب ايه؟ نيو سنجل لاين كومنت. ده كلام ملوش دعوة بقواعد الكومبايلر خالص ولا ليه دعوة بقواعد السي بلس بلس خالص. وبالمناسبة ممكن الكلام اللي اتكتب ده يكون بالعربي مش بالانجليزي اصلا. بمجرد ان انا حطيت قبله الاتنين دبل سلاش دول هو كده خلاص الكومبايلر فهم ان ده كومنت، ده مش كود، ده مجرد تعليق، دي مجرد معلومة أنا هنا سايبها لحد بعد يجي يشوف الكود. أنا ذات نفسي لما أجي أشوف الكود بعد فترة أفتكر أنا كنت بعمل إيه أو أنا كنت بقى إيه اللي أنا كاتبه ده والكلام ده كله. هتقولي طب إزاي وأنت مش أنت كده أنت اللي كاتب الكود فأنت فاكره؟ أقول لك لا يا حبيبي، أنت لما بتكتب برنامج كبير قوي أنت نفسك بتنسى، أنت نفسك ما بتفتكرش، فأنت بتسيب بعض التعليقات عشان أنت لما تيجي ترجع تشتغل تاني تبقى فاكر الكلام اللي أنت كتبته. ده كلام جميل. لو انا عايز اعمل بقى مثلا سنجل لاين مثلا جنب السيمي كولون، انا عملت هنا سي اوت اهي وهنا عملت دبل سلاش، واللي جاي بعد الدبل سلاش ده يعتبر تعليق، فهو بيعتمد اللي قبل الدبل سلاش، اما اللي بعد الدبل سلاش هو شايفه تعليق فالكومبايلر مش هيشوفه تماما ولا هيتعامل معاه على انه كود. عندي مثال تاني برضه هو للسنجل لاين كومنت نفس الكلام. تعال نشوف المالتي لاين كومنت بقى، ان انا بعمل كومنت لاكتر من لاين، بحط السلاش وبعدين نجمه واحط السطور بتاعتي كلها وبعدين نجمه وبعدين سلاش، يعني سلاش ونجمه بفتح الكومنت، نجمه وسلاش بقفل الكومنت، بحيث ان انا بدل ما انا اعدي على سطر وافضل احط دبل سلاش لا ممكن اعملها بالطريقه دي. فاعمل ايه؟ مالتي لاين كومنتس بطريقه لذيذه. ده مثال تاني اهو للمالتي لاين كومنتس، وده مثال ثالث للمالتي لاين كومنتس. اذا اللي احنا فهمناه التعليقات هي مجموعه من السطور اللي انا بكتب فيها معلومه او بكتب فيها شرح او مجموعه سطور كود مثلا وانا عايز احتفظ بيها عندي، فانا مش عايز الكومبايلر يتعامل معاهم بنفس القواعد بتاعته، عاوزه يتجاهلهم، فبحط قبله دبل سلاش لو انا عايز اعمل سنجل لاين كومنت، او لو انا عايز اعمل مالتي لاين كومنت بشتغل بالطريقه دي، بعمل سلاش نجمه وبعدين بقفلها بنجمه سلاش بنفس الطريقه دي. طب ما تيجي نشوف الكلام ده بشكل عملي عشان نشوف الكلام ده احنا بنستخدمه ازاي. يلا بينا على الفيجوال ستوديو. لما نروح على الفيجوال ستوديو في المثال اللي احنا عملناه هنا اللي هو بتاع النجوم والجدول اللي احنا كنا عاملينه باستخدام السبيس كاركتر، هتلاقيني عملت نفس الفكره دي. بص عملت دبل سلاش وكتبت كلمه نيم واحمد، وعملت دبل سلاش وكتبت ايج و20، وعملت دبل سلاش وكتبت جوب وديفلوبر. انا ممكن اجي هنا كده مثلا عايز اوصف شويه السطور دول من الكود، فممكن اعمل هنا دبل سلاش وممكن اكتب بالعربي الكود ده بيرسم جدول، ممكن اكتبها كده بالعربي. الكومبايلر لما يعدي هنا هيشوف الاتنين دبل سلاش كده هيعرف ان ده تعليق، فبالتالي مش هيحط في دماغه، هيكبر نافوخه خالص زي ما هو عملها فوق هنا. هنا بقى فوق انا عندي اصلا كذا كومنت. بص لو انا شلت الاتنين دبل سلاش دول هيطلع لي كومبايلر ايرور، لان هو الكلام ده هو مش فاهمه اصلا، هو يعني ايه الكلام ده اساسا يعني. لو انا عايز اعمل بقى كذا سطر من الكومنت
هعمل ايه؟ هعمل كده السلاش بتاعتي واحط نجمه. طبعا هو بص، هو هنا قفلها لي بالشكل ده، انا مش عايز اقفلها طبعا، عايز اقفلها تحت. يعني بص، هو سلاش ونجمه وبقفلها بنجمه وسلاش. بص عشان انا ما قفلتهاش فقافل لي كل اللي تحت. شفت الحاجات دي اخطاء شائعه على فكره بالمناسبه. يعني سلاش ونجمه لازم تقفل اللي انت فتحته، يعني انت كده تعتبر فتحت فكره ان انت اللي جاي كله ده تعليقات. فانا لو شلت ده هو اعتبر كل اللي تحت تعليقات، لازم احطها تاني عشان ابقى انا كده عملت مالتي لاين كومنتس. ده سنجل لاين كومنت وده مالتي لاين كومنت. بنستخدم التعليقات في ايه؟ بالوصف. انا مثلا عايز اوصف السطر ده بيعمل ايه. مثلا ممكن اكتب كده هنا مثلا print hello with spaces مثلا. طبعا هو اي حاجه تتكتب هنا زي ما اتفقنا خلاص ما عنديش مشكله فيها. هنا مثلا الباك سلاش ايه، اقول له مثلا run البيل ساوند. انا بوصف الحاجه اللي انا بعملها. او مثلا انا عندي سطر كود، شويه السطور دول على بعضهم كده انا عاوز احتفظ بيهم على جنب مثلا، عشان مثلا انا كتبت مثلا هنا حاجه بس الحاجه دي انا بجربها فمش عارف هتظبط معايا ولا لا، فبخزن السطور دي. بص بقى انا هعملها لك بطريقه تانية في الكيبورد. بص على الكيبورد بتاعتك واستخدم كنترول كي وحرف السي ورا بعض. كنترول كي سي بيعمل كومنت لكل الحاجات اللي انت معلم عليها. عايز تفك الكومنت، عايز تفك التعليق ده مثلا، بتقول له كنترول كي يو. بص حتى هنا على الفيجوال ستوديو تحت كنترول كي was paused waiting for second key. كنترول كي سي كده عمل ايه؟ تعليق. كنترول كي يو كده انا فكيت التعليق. نفس الكلام اقدر اعمله على السطر ده، اقول له كنترول كي يو كده انا فكيت التعليق. بس الكلمه اللي مكتوبه دي مش مفهومه للكومبايلر فهتطلع لي ايرور بالشكل ده، فلازم اعمل لها تعليق عشان ما تطلعليش ايرور. فكنترول كي سي كده انا عملت تعليق للجزء ده. الجزء ده كده مش هيتقري من الكومبايلر هيشوفه يعمل عبيط اول ما هو شافه بمنتهى البساطه كده، يعني هيتجاهل كل الاجزاء اللي انا كاتب عليها تعليقات. كده احنا فهمنا التعليقات بنعمل بيها ايه، وهنستخدمها كتير جدا طول ما احنا شغالين. يعني احنا قبل ما نيجي نكتب اي كود هنفكر الاول عن طريق الخطوات، وهنكتب الخطوات على شكل تعليقات وبعدين نكتب الكود تحت التعليق. بنعمل ده دايما قبل ما احنا نيجي نعمل اي حاجه. كده احنا عرفنا التعليقات بتعمل ايه، وعرفنا انواع التعليقات السنجل لاين كومنت والمالتي لاين كومنت، وعرفنا بنعمل المالتي لاين كومنت ازاي، سلاش نجمه سلاش. كده فهمنا التفاصيل كلها، ويا رب الدرس يكون سهل بالنسبه لكم. في اخر الفيديو اتمنى ان انت تكون استفدت، وعشان تستفيد اقصى استفاده ممكنه بفكرك تشترك في منصه الكورسات بتاعتنا وتضيف الكورس للحساب بتاعك عشان تستفيد من كل الخدمات الاضافيه اللي بنقدمها هناك، اللي بتتمثل في 70% من الاستفاده. هتلاقي خطوات الاشتراك واللينك موجود في الديسكربشن، واشوفك على خير. سلام عليكم.